نعم مشاهدينا، اللهم ألحقها بالصالحين وثبتها عند السؤال، إن لله وإنا إليه راجعون. اسم الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم لهذه يعني اللحظة الحزينة لوفاة أم ديال اللاعب السي أمين عدلي. كنتمناو العائلة ديالو الصبر باسم الجامعة وباسم مكونات وفعالية كرة القدم ديال جهة فاس مكناس. كنتمناو ليه يعني انه في هذه الممرات، في هذه لي مومون ديفيسيل، انه يقدر يتجاوز هذا الشيء، انه يقدر يخلق على ليكيب ناسيونال ديالو اللي موجوده في كوت ديفوار. هذه هي الحياه، نتمناو ليه كل الصبر ودابا، ونتمناو له التوفيق في المصير ديالو في المستقبل. شكرا. إنا لله وإنا إليه راجعون. فمن بعد السمع ديالنا ديال الوفاة ديال الأم ديال الأخ ديالنا والصديق ديالنا واللاعب الدولي السي أمين عدلي، اللي كان في الحقيقة في المعسكر، وبالتالي الأم ديالو اللي توفات، فباسم السيد رئيس الجامعة الملكية المغربية السيد فوزي القجع اللي كيبلغ العزاء ديالو للأسرة ديالو الصغيرة والكبيرة. فشكرا لكل اللي حضر معنا اليوم باش انه يكون في تشييع ديال الجنازه ديال الام وديال الاخ ديالنا واللاعب الدولي اللي هو امين عدلي، واللي ادى باش انه جا وادى العزاء ديالو. فشكرا مره اخرى للمغاربه اللي دائما تعتبروا اسره واحده. فنتمنوا ان شاء الله الصبر والسلوان للعائله ديالو، ونتمنوا ان شاء الله فاش يعني باسمي واسم الاعضاء المكتب ديال عصبه جهه فاس مكناس اللي قدموا العزاء. فهذا واجب ديالنا دائما، نحن كمغاربه كجمعويين وكاجتماعيين دائما ستكون هناك المسانده وستكون هناك الدعم النفسي اكثر من كل شيء. فشكرا لكم، شكرا للاخوان ديالنا ديال رجال الاعلام اللي جاوا حضروا وكانوا يعني عند الحضور ديالهم باش يساندوا الاخ ديالنا والصديق ديالنا واللاعب الدولي سي امين عدلي. شكرا لكم مره اخرى. فعزاؤنا واحد في الام ديال المرحوم ديالنا. قل ما يمكن يدار، وحنا كنعرفوا الجامعه يعني كتوقف على جميع التفاصيل الصغيره والكبيره بالنسبه للاعبين، المؤطرين، المدربين، سواء الممارسين او المتقاعدين، وهذا يعني معروف على الجامعه. حقيقه ان هذا الوقت هذا الشيء اللي خصو يكون هو التآزر، هو التلاحم، هو يعني الوقوف في الاوقات الحرجه مع اي واحد في المصاب بالجلل، وخاصه اللاعبين اللي كيكونوا خارج المغرب. كتكون هذه الاجواء هذه كتجيهم شويه صعيبه. شفنا الجنازه كيفاش كانت، وشفنا الوضعيه ديال امين عدلي اللي نتمناو الام ديالو الرحمه والمغفره. حقيقه ان الجميع بدون استثناء قام بالواجب اللي خصو يدار، وهذا معروف على المغاربه سواء في المجال الرياضي ولا المجال الثقافي ولا الفني، وخاصه المجال الاجتماعي والتضامني. اللي وصلني واللي عارف هو ان رئيس الجامعه مع وليد الركراكي واقفين على الصغيره والكبيره، وهما الان يعني مواكبين هذا العمل في شخص لا الكاتب العام ديال الجامعه ولا رئيس عصبه فاس مكناس ولا ممثل الجامعه كذلك السي الجامعي، اللي كيحاولوا انهم يخفوا من الالام ويخفوا من الضغط ديال هذا اللاعب. واكيد ان هذه الاجواء هذه في هذا يعني في ما هو حزن غادي يولي مفخره لهذا اللاعب هذا، وغيولي حتى اللاعبين، لان في الوقت الحزه الا ما وقفتيش مع الانسان فهو يعني كيتاثر بزاف. ولكن العكس وبالعكس، الا وقفتي معاه وحس بامور ايجابيه اكثر فغادي